لقد أساءت مصر إدارة صناعة الغاز فيها، فقد أثارت احتمالية أن تقوم إسرائيل بتزويد مصر بالطاقة على عكس ما كان عليه الوضع في علاقات الطاقة تاريخيا. هؤلاء هم من قضوا على صناعة الطاقة في مصر. إن قصتهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعلاقة الأهم في الشرق الأوسط، معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل. إنها قصة اكتملت أحداثها الآن، فقد فاز اللواء السابق عبد الفتاح السيسي في اقتراع رئاسي صوري جدا، ولا يزال القائد المنتخب محمد مرسي الذي أطاح السيسي به في انقلاب عسكري رهن الاعتقال. حطم فوز السيسي الربيع العربي وحمى اتفاقيات السلام مع إسرائيل. أعتقد الآن مع عودة السيسي وعودة النظام، أعتقد أننا الآن أصبحنا نرى الربيع حقا. إنه صاحب جاذبية لأنه ليس مرسي، لطالما كان قلقنا منصبا على الحفاظ على العلاقة ما بين مصر وإسرائيل واستدامتها. وعندما اجتاح الربيع العربي مصر، كان أحد الدوافع والذي تجاهله الغرب بصورة كبيرة إطلاق عنان الغضب ضد سياسات الحكومة تجاه إسرائيل، بالذات في صفقات الطاقة التي تورط فيها سالم وميمون. أحد أسباب ثورة 2011 بيع الغاز المصري بأسعار مخفضة لإسرائيل. لقد كانت إحدى القضايا التي تم تسليط الضوء عليها في جميع أنحاء ميدان التحرير، والكثير من الناس شعروا بالخيانة. تقريبا أي مصري ذكرت له عملي يقول: لماذا صدرنا الغاز إلى الإسرائيليين بالنظر لما يفعلونه بالفلسطينيين؟ ولماذا نصدر لهم في عام 2009 خلال عملية الرصاص المصبوب؟ لقد كانت الكهرباء التي غذت الاجتياح في جزء كبير منها من مصر. كان الوقود المصري المدعم يؤمن الهجوم الإسرائيلي على غزة، وعندما أدرك المصريون ذلك شعروا بالصدمة. تمت الإطاحة بمبارك بتحالف واسع من المتظاهرين، وقد تقبل الجيش المصري ذلك لأنه كان مهددا من فساد نظام مبارك. ومع استعادة القوات المسلحة لزمام الأمور بصورة مؤقتة، كانت شركة شرق المتوسط ما تزال تستخدم خط الأنابيب لإرسال الغاز إلى إسرائيل، مع أن سالم مؤسسها قد لاذ بالفرار. اختفى حسين سالم ببراعة خلال أيام من اندلاع ثورة 2011، واستطاع الهروب بحمولة كبيرة من المال في حقائبه. وقد أثار الغضب على شركة AMG الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يحمل الغاز إلى إسرائيل، فقد أوقفت عشرات التفجيرات عملية تدفق الغاز. وفي أبريل 2012 تدخل الجيش المصري. كان العسكر يحاولون مد غصن الزيتون نوعا ما إلى الثائرين، وذلك على الأقل بوقف مبيعات الغاز هذه وإلغاء ذلك العقد. لكن قرار إغلاق خط الأنابيب كان له عواقب وخيمة، فقد أصرت إسرائيل على أن العقد AMG يحتوي على فقرة تلزم مصر بتوفير إمدادات متواصلة وغير منقطعة من الغاز مدة 15 سنة. أتاح ذلك الوعد المجال لمدراء شركة AMG أن يحموا أرباحهم، فبخرق العقد بشكل اعتباطي يكون الجيش قد أطلق قنبلة قانونية موقوتة. اشتمل عقد التوريد الذي يحكم صادرات الغاز إشارات محددة تنص على أنه إذا تعرضت استثمارات AMG والأرباح المحتملة للتهديد، فسوف يكون بإمكان AMG أن تلجأ لغرفة التجارة العالمية وأن تستخدم هيئة التحكيم التابعة لها للحصول على التعويض المناسب. بعد غلق خط الأنابيب بفترة قصيرة، أطلق يوسي ميمون وابل من الإجراءات القانونية بحق الحكومة المصرية في عدة محاكم دولية. ولأن ادعاءات بالفساد تحيط سالم، أصبح ميمون هو من يدير التحركات القانونية نيابة عن مساهمي AMG. ومنتديات التحكيم هذه تصب في مصلحة شركات متعددة الجنسيات. عند اللجوء إلى هيئات التحكيم الدولية غالبا ما تفوز الشركات فيها، ما يعني أنه إذا خسرت مصر، وهو احتمال كبير، فإنه يمكن مصادرة موارد مصر في بلدان أخرى، لتقول شركة AMG: نحن نريد ذلك، سوف نقبل بذلك، هذا يساوي 500 مليون دولار، سوف نقبل ذلك، ذلك يساوي مليارا، سوف نقبل بذلك.
رفعت AMG 4 قضايا منفصلة في هيئات التحكيم بما فيها البنك الدولي، ولا تزال هذه القضايا قيد الانتظار، والمبالغ الواردة فيها مهولة، فمن شأنها أن تتسبب في إفلاس الدولة المصرية. ما طلبوه هو 8 مليارات دولار. لقد فر حسين سالم ب4 مليارات دولار من قبل، والآن تريد شركات الاستثمار تعويضات بقيمة 8 مليارات دولار أخرى، لأن هذا ما يقولون إنهم كانوا سيحققونه من أرباح في السنوات التالية. تمتلك الخزينة المصرية قرابة 14 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية. 8 مليارات دولار، هذا أكثر من نصف إجمالي الاحتياطي الأجنبي في مصر، والذي يستخدمونه الآن للتغلب على الأزمة، وكل ذلك بسبب صفقات فساد تم التوقيع عليها بصورة أساسية لدعم رجلي أعمال مراوغين، أحدهما إسرائيلي والآخر مصري، وذلك لنهب الثروة العامة وتوزيعه على بعض الأشخاص من النخبة. سألت يوسي أن يوضح نوايا AMG. أنت رفعت قضايا كبيرة على الحكومة المصرية، ما هو المبلغ؟ 8 مليارات دولارات؟ كم ستأخذ من المصريين لتكون قانعا؟ سوف أقبل ب50 مليارا. طاب يومك. بحلول صيف 2014 يكون قطاع الطاقة المصري في أزمة خانقة، فقد دمرت سنوات من الفساد علاقاته مع شركات الطاقة العالمية. تعترف الحكومة المصرية بأنها مدينة للشركات الأجنبية بمبلغ 6 مليارات دولار، وهذا لا يجذب المستثمرين الأجانب. لذا فأمام مصر صعوبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. ولا تنتهي المشكلات عند ذلك، فبالإضافة إلى قضية AMG المرفوعة، هناك دعوى ب6 مليارات دولار أخرى مرفوعة ضد مصر في هذا الوقت من قبل عملاق الطاقة الإسباني يونيون فينوسا. إنهم يقولون إن مصر لم تتمكن من توريد الغاز اللازم لمواصلة تشغيل مصنعها على الساحل المصري. لذا فمن القضايا المعروفة فإن الدولة المصرية تواجه التزامات تقدر ب20 مليار دولار أمريكي. فبينما قوضت عقود من الصفقات الفاسدة قطاع الطاقة المصري، كان هناك مرشح رئاسي قادم يتعهد بتطهير هذه الصناعة. فاز مرشح الإخوان المسلمون محمد مرسي في أول انتخابات حرة في البلاد في ظل العسكر. من القلب أقسم بالله العظيم أن أحافظ. عندها بدأ صناع السياسة في واشنطن بإعادة النظر في الترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط. الديمقراطية الغربية بمفهومنا لا يمكن تطبيقها في تلك المنطقة. هناك طبقة ممن تلقوا تعليمهم في الغرب يتقبلون تلك القيم، ولكن الغالبية العظمى لن تقبلها. لدى الإخوان المسلمين سمعة قوية بعدم التعاطف القوي مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة. لذا لم يكن من مصلحتنا أن نراهم ينجحون. كان وقع حكومة إسلامية وخيما على تل أبيب. ماذا سيفعلون بشأن الديمقراطية؟ يعلم الله أنه من الغباء جلب القيم الغربية إلى بلد إسلامي بالكامل، والكثير منهم فقراء ومن الإسلاميين المتشددين. إنه أمر سخيف. كان في إسرائيل يتم تحليل الموقف والوضع الجديد في مصر على أنه وجود لسلطتين في البلاد. هناك حكومة مرسي والتي هي عدائية تجاه المصالح الإسرائيلية، وهناك مؤسسة الجيش والتي كان ينظر إليها على أنها شريك محتمل. محاولة مرسي السيطرة على الفساد المستشري في قطاع الطاقة تزامنت مع محاكمة وزير البترول السابق سامح فهمي إلى جانب مؤسس AMG حسين سالم الموجود في المنفى في إسبانيا، وقد حكم على كليهما مدة 15 سنة لدورهما في بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بسعر دون سعر السوق. وهذا أقصى ما كان يمكن لمرسي فعله. من يساعد مرسي كان حاتم عزام. لم يكن هذا الرجل من الإخوان المسلمين، لكنه جلب معه عقودا من الخبرة في صناعة النفط والغاز. كان الرئيس مرسي يواجه الكثير من الضغط بسبب شبكة الفساد القائمة في جهاز المخابرات وفي الجيش، وكانت شبكة الفساد في مجال الطاقة هذه واحدة من أكبر الأسباب التي دعت القادة جنرالات الجيش يقررون القيام بالانقلاب على مرسي.
كان على قطاع الطاقة أن يلعب دورا محوريا في تمهيد الساحة أمام الانقلاب، فأصبح هناك نقص في الإمدادات بصورة مفاجئة. لقد رأينا طوابير كبيرة على محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، كما شهدنا حالات انقطاعات في الكهرباء في جميع الأنحاء. كانت الآلة الإعلامية المغرضة تقول إن مرسي هو وراء كل هذا، هو وراء انقطاع الغاز، جلب انتخابه الشؤم، وانظر ماذا حدث للطاقة. لاحقا ظهر دليل واضح أن العسكر يخططون لإشعال فوضى عارمة ضد الرئيس مرسي. استخدم الجيش المصري توريد البنزين في محطات الوقود سلاحا للإطاحة بمرسي. بعد الانقلاب بيوم اختفت كل تلك الطوابير وكل شيء عاد إلى وضعه الطبيعي. أصبحت آلات الإعلام المغرض تقول لقد جاءنا السيسي العبقري بحل للأزمة في وقت سريع. بعد أن أطاح العسكر بمرسي، شاهد الكثيرون في العالم ما يحدث في مصر بنظرة مليئة بالرعب. بقيادة المشير السيسي وقتها، أطاح العسكر برئيس ديمقراطي وسحق الحزب الذي ينتمي إليه. لقد حدثت أبشع مذبحة في تاريخ مصر الحديث في عهد السيسي، عندما تقتل أكثر من 1000 شخص في أقل من 7 ساعات. كانت أمريكا تشعر بالحرج من سفك الدماء، لكنها لم تقدم على وقف دعمها للنظام. محرر ما يقول كان انقلابا. لو راجعت التصريحات تجدها تستخدم كل عبارة طائفية ممكنة باستثناء كلمة انقلاب. إذا لم يكن انقلابا، لنقل هذا صراحة. الأمر يتعدى مجرد الانتخابات، هذا رائع، لكن ما الذي يعقب الانتخابات؟ إذا لم يكن هناك إطار عمل يجعل الحكومة تعمل على إنجاز الأمور فستكون جوفاء للغاية. لقد أتاح انعدام الديمقراطية الحقيقية للعلاقة بين الجيش المصري وإسرائيل أن تستمر من دون مساءلة من الشعب، وشمل هذا الأمر طبيعة اتصالات الرئيس السيسي مع إسرائيل. لقد كان هناك تنسيق وثيق ما بين الجيش المصري بقيادة السيسي والمسؤولين الإسرائيليين من أعلى المستويات بهدف ضمان انتقال سريع للسلطة لكي تعود الأمور بيد حكومة عسكرية في القاهرة. العلاقة تسير بشكل جيد، إنها سليمة من النواحي الفنية، فهم ينسقون على الجانب العسكري وكأن الأمور عادت طبيعية. لكن حقيقة واحدة قد تغرد. بعد سنوات من الغاز الوفير، أصبحت مصر الآن على شفا عجز حقيقي في الغاز. مصر يائسة، هناك طوابير خارج محطات الوقود، وكان قطاع تم في الكهرباء كل ليلة تقريبا، ولا تعرف متى سيحدث ذلك. ما يحدث الآن في عام 2014 هو أمر حقيقي. لم يعد الأمر مفبركا، أن مصر تعاني حقا من نقص جذري في موارد الطاقة. في تلك الأثناء كان هناك اكتشاف هائل تم إنجازه في البحر الأبيض المتوسط. ففي عام 2010 ادعت إسرائيل أحقيتها في حقول في المياه العميقة، وما تحوي ما يصل إلى 26 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. هذان الاكتشافان الأضخم سمي ليفاثيان وتامار ليصبح أكبر اكتشافين من نوعهما في هذا القرن. إذا تحدثت إلى الإسرائيليين الآن تجدهم يهنئون بعضهم بعضا. عندما ظهر الغاز على الساحة أطلقوا على ذلك اليوم يوم التحرير الثاني لهم، وحالما ظهر ليفاثيان على الساحة مع احتمال تصدير الغاز إلى مصر، أصبحت آثار ذلك مهولة بالنسبة للإسرائيليين. فجأة وفي الجوار أصبحت إسرائيل دولة لديها من الغاز أكثر مما تحتاج. فجأة أصبحت دولة إسرائيل تقول نعم لدينا بعض الغاز، هل تريدون شراءه؟ يجب أن تدفعوا أكثر بكثير مما دفعنا لكم. مصر الآن بحاجة إلى الغاز، ونحن قريبون منهم. من وجهة النظر الفنية سيتطلب تدفق الغاز الطبيعي على مصر وقتا قصيرا. بعد الانقلاب بدأ السيسي ترتيب الصفقة التي قد تؤمن مستقبله السياسي، فقد تواصل النظام سرا مع تل أبيب. منذ الإطاحة بمحمد مرسي
الاتصالات ما بين الحكومتين، فقد عقدت اجتماعات عدة من الجانب المصري بشكل رئيسي. فالمصريون مهتمون جدا وشديدو الفضول لمعرفة مقدار تأييد الحكومة الإسرائيلية لمثل هذه الصفقة، وهي تأمين تدفق الغاز. الشركة التي كانت تشغل المنصات وتقود عمليات التنقيب الإسرائيلية في المتوسط هي شركة نوبل إنرجي ومقرها تكساس. لقد رفضوا طلبنا إجراء مقابلة معهم ولم يقبلوا مناقشة عمليات بيع الغاز إلى مصر. واستطعنا الوصول أيضا إلى الدبلوماسي المصري الأول في إسرائيل مصطفى كوني، لكنه رفضه أيضا لطلبنا. يخبر الإسرائيلي مصر حاول عمل هو الدخول في صديق مع الجزء الأول من خطة في يناير 2014 فقد أشار الأمن العالمي قام إفراد الغاز من أي مزود طاقة أجنبي. 4 أيون في مصر لتوريد الغاز تسيير الغاز لديه في محلية مصر ويتم إلى مصنعي تسيير الغاز الطبيعي. الآخر يعمل يعتبر مصنع تسييل الغاز الطبيعي على الساحل المصري في مدينة إيدكو ودمياط مهمين بالنسبة للصفقة المقترحة لمصر مع إسرائيل، فأحدهما تديره الشركة الإسبانية متعددة الجنسيات يونيون فينوسا، والتي هي أيضا تقاضي مصر للحصول على 6 مليارات دولار. عملية تسييل الغاز الطبيعي هي طريقة يتم فيها تجميد الغاز إلى أن يصبح سائلا، وذلك لنقله بصهاريج بدلا عن خطوط الأنابيب. لقد بنيت المصانع في وقت كانت كلفة بناء مصانع تسييل الغاز منخفضة، وهي لا تعمل في الوقت الحالي بسبب عدم توفر غاز كاف للتصدير في مصر. واليوم يتم تحويل جميع الغاز المصري تقريبا للاستعمالات المحلية بسبب نقص الحاد، وبهذا خرقت الحكومة التزامات التصدير إلى شركة الطاقة صاحبة النفوذ. تخسر الشركتين اللتين تديران منشآت تسييل الغاز الطبيعي عوائد بمليارات الدولارات بمجرد عدم القدرة على تصدير الغاز الذي ألزموا أنفسهم بتصديره وفقا للعقود التي أبرموها. المصريون مهتمون بتمكين الغاز الإسرائيلي من الانتقال من حقول الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية مباشرة إلى منشآت في لقد أوضحت إسرائيل صراحة إن أي صفقة تجارية مع مصر حاجة إلى أكثر من مجرد الوصول إلى منشآت التسييل في مصر وفتح قناة السويس على الدوام للسفن التي تحمل غازها إلى أكثر أسواق إسرائيل جاذبية في آسيا. كان التغيير الحكومي في مصر يعني أن بإمكان إسرائيل إعادة النظر في خيار تحويل بعض من غازها إلى غاز مسال في البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم شحنه في ناقلات عبر قناة السويس إلى وجهاته في آسيا. إبان حكم مرسي لم تكن هناك ثقة بأن مصر سوف تسمح لمثل هذه الشحنات بالمرور عبر السويس، وتغيير الحكم يعني إمكانية إعادة دراسة هذه الاحتمالية. إن استطعنا إلى اتفاق مع مصر ما بين الشركات لكن مع توريد الغاز إلى مصر، فإن هذا سوف يرسخ العلاقات السياسية والاقتصادية ما بين إسرائيل ومصر.
أيضا تحمل أي اعتبار الإسرائيلية من خيارات توصيل الغاز الإسرائيلي إلى مصانع التسييل في مصر إقامة خطوط أنابيب جديدة، لكن الطريقة الأسرع والأرخص هي عكس المضخات على خط أنابيب شركة EMG من محطة الغاز في أشكلون، ومن ثم توصيله عبر اليابسة. لدينا خط أنابيب يربط مصر بدولة إسرائيل من العريش إلى عسقلان. يمكننا عكس تدفقه، الأمر غاية في البساطة ولن يكلف الكثير من المال، ويرسل الغاز بصورة عكسية يمكن للإسرائيليين ضخ الغاز فيها ليخرج من العريش ويتم توزيعه في الشبكة المصرية. لقد اكتشفنا مفتاحا للصفقة التي تأمل شركة EMG بإبرامها مع الحكومة المصرية. إنه مخفي في قضية إشهار إفلاس شركة يوسف ميمون القابضة في الولايات المتحدة. وقد كشفت ملاحظة جانبية عن أن مساهمي EMG يفكرون في استعمالات بديلة لخط أنابيب EMG، بما في ذلك نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر. وتمتلك EMG ورقة مساومة قوية، قضية قيمتها 8 مليارات دولار على الحكومة المصرية. لماذا تقاضون حكومة مصر وتستغلون الضائقة الاقتصادية لحملهم على شراء الغاز الإسرائيلي؟ شكرا، وأتمنى لك يوما طيبا. هل تعملون مع الحكومة الإسرائيلية لعكس اتجاه التدفق بحيث يتم بيع الغاز الإسرائيلي إلى المصريين؟ أقدر لكم إصراركم. مع أن ميمون مراوغ إلا أنه يبدو مطمئنا، هل تعمل مع الحكومة الإسرائيلية؟ شكرا. مع الحكومة المصرية؟ شكرا لك. أمام الحكومة المصرية عدة طرق للخروج من الأزمة. يمكنهم الآن الوقوف على أقدامهم وقول يكفي، كفانا السرقة للشعب. الشعب المصري لا يستحق دفع المزيد. لكن في مواجهة الضغط وفي مواجهة القضايا في الساحات القانونية حيث لا سيطرة لهم على الإطلاق تقريبا، سوف يبحثون عن خيار لا يتضمن مجرد مواجهة قوة أجنبية. يبدو الأمر فيه مساومة تجعل حسين سالم وميمون يواصلان جني المزيد من الأموال. في القاهرة تم إطلاق سراح وزير النفط السابق سامح فهمي من السجن بانتظار إعادة محاكمته، والتي لم تتم بعد. من المحتمل أن يعود حسين سالم إلى مصر قريبا مع إسقاط التهم بحقه، وتعود قصة صناعة الطاقة المصرية الخفية إلى سابق عهدها. لم يخسروا كل شيء عندما وصل مرسي إلى الحكم، فقد أبقت المؤسسة العسكرية علاقاتها، وظللنا على اتصال بالناس الذين نتحدث إليهم، وظل الإسرائيليون على اتصال بالناس الذين يتحدثون إليهم. كل شيء كان ساريا أثناء حكم مرسي لم يمكث طويلا ليغير الهيكلة كثيرا. لن أجيبك. هل ستجيب القضاة؟ نعم، سأفعل. متى ستقف أمام القضاء؟ عندما يتصل بي. هل ستقابلنا لإجراء مقابلة معك لو سمحت؟ لا. أنحن مرحب بنا؟ لا. هل من رسالة للشعب المصري؟ إسرائيل ستكون الوحيدة التي ستخرج أقوى من هذا الموقف، وسيخرج جميع الشعب العربي حولها أضعف بكثير. كأن الأمر كما لو كانوا يقولون للإسرائيليين أنتم تريدون خداعنا، إليكم وسيلة لخداعنا. إذا كنتم تريدون إطفاء حنفية الغاز لأنكم تريدون الضغط علينا، تفضلوا، يمكنكم ذلك. إذا أردتم وقف اقتصادنا، إليكم الوسيلة إلى ذلك. يمكن للشعب المصري إجراء عملية حسابية ليجدوا أنه من الأفضل لهم الحصول على الكهرباء على مدار 24 ساعة أو البقاء في الظلام لبضع ساعات في اليوم. هذه مسألة مبدأ.